بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هشرح لكم لعبة هيتمان سنايبر. اللعبة دي من أحسن ألعاب السنايبنج جيم اللي شفتها في حياتي. اللعبة دي مصنوعة من شركة سكوير إنكس. حجمها حوالي 300 ميجا، 281 ميجا داتا و20 ميجا حجم اللعبة كتسطيب. وإن شاء الله هحط لكم داونلود لينك للداتا بتاعتها لوحدها، وهحط لكم داونلود لينك للتسطيب. وإن شاء الله هنزل فيديو بعد الفيديو ده على طول على طريقة حط الداتا، حط ملف الداتا في جوه ملف التسطيب عشان اللعبة تشتغل. وإن شاء الله النهاردة هعمل لكم فيو للعبة كلها، هعمل لكم ريفيو، وهديكم الانتقادات بتاعتها، وهديكم الحاجات الحلوة بتاعتها، وهديكم كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الأول بالتارجتس اللي هي على اليمين خالص. التارجتس دي التارجتس دي أهم حاجة في اللعبة. يعني التارجتس اللي فوق دول، لما تيجي تقتلهم، كل ما تقتل أكتر منهم كل ما هتاخد سكور أعلى. كل ما تاخد فلوس أعلى اللي تطور بيها السلاح عليه من فوق، كل ما تاخد بيها الانتل دي اللي هي أجزاء من السلاح. أجزاء من السلاح تركبها، يعني لما تكون أجزاء السلاح كلها هتقوم تكون السلاح بقى وتشتريه عادي وتتطوره بالفلوس اللي انت شايفها فوق على اليمين دي. وكل ما تقتل منهم ازيد كل ما سكورك يعلى، وكل ما الرانك بتاعك يعلى، وكل برضه ما الانتل تزيد، وكل ما الحاجات تزيد. مثلا يجي يقول لك مثلا كيل ماركوس كيرج اللي هو على الشمال ده، اديك صورته، وانت لما تخش جوه اللعبه هيعمل لك عليه علامه حمراء كده عشان تعرفه. فانت اول حاجه تلقائي هتروح ان انت هتروح تقتله كده. لا، ما فيش كده. هو اللعبه نظامها نظام مهمات. هتخش تعمل مهمه، تبدا واحده واحده بالراحه، وتشوف الحاجات المطلوبه منك في المهمه. واخر حاجه ممكن تعملها ان انت تقتل ماركوس جيرج، لان هو لما بياخد نوت ان مثلا حاجه حصلت، رصاص انضرب كده، بيبلغوه في اللاسلكي وبيعرف فبيهرب. وانت غالبا ما بتلحقوش، وساعات بتلحقه بس بتلحقه بمعجزه، يعني لان هو بيبقى بيهرب في حته مداريه خالص وكده لحد ما بيركب العربيه بتاعته وبيمشي. انما لو عايز تنفذ المهمه باكمل وجه، محدش يسمعك خالص، محدش يعرف ان انت بتقتل حد، وفي الاخر تقتله كده وعلى رواقه وبتاع وتظبطه. هنخش ان شاء الله على الارموري دي الاسلحه اللي معاك او الاسلحه اللي انت بتشتريها وهتطورها. وهو بيبدأ لك الأول بأول سلاح بتخش بيه اسمه زنامي ده. السلاح ده عندك هنا على الشمال فاير ريت وستابيليتي وكليب سايز وماكس زوم. عندك الفاير ريت دي اللي هي مثلا معدل اطلاق النار، اللي انت مثلا بتضرب وبيعمر بسرعة عشان تضرب تاني، وعمر بسرعة عشان تضرب تاني كده يعني. معدل اطلاق النار. والستابيليتي دي لما تيجي مثلا تزوم كتير او كده، بتلاقي الشاشة بتتحرك كتير لان في هوا طبعا، وفي حاجات كتير بتأثر على السنايبنج وكده، فاكيد هتتحرك جامد وكده. فكل ما تزيد الاستابيليتي كل ما يزيد ثبات الضربة يعني. هتضربه وتيجي على طول، انما لما استابيليتي تتحرك وكده مش هتعرف، هتبقى متضايق وانت بتضرب، وخصوصا ساعات الهدف بيبقى بيتحرك اصلا. وعندك هنا كليب سايز دي حجم معدل الرصاصات، يعني كام رصاصة في الكليب. عندك دلوقتي في من اول 4 رصاصات لحد 12 رصاصة. فطبعا كل ما يزيد عدد الرصاصات في الكليب كل ما يزيد يعني طبعا كل ما يزيد الفاير ريت برضو، يعني يزيد معدل اطلاق النار كتير. وعندك الماكسي زوم ده اللي هو لما تزوم، آه لما تزوم كل ما يزيد الماكسي زوم. طبعا لما تزوم هتلاقي اكبر بكتير في الماكسي زوم، وهتعرف تضرب برضو الهدف بسرعة وكده. وعندك هنا نسيت اقول لك حاجه في الكليب سايز، ان انت اصلا اللي بتعمر لما يجي مثلا تخلص، لما بتعمل ريلود ما بيعملش ريلود هو لوحده ويخليك تستنى شويه وكده. لا، انت بيديك اسهم في اتجاهات معينه، وانت بتمشي مع الاسهم دي عشان تعمر البندقيه. ودي حاجه طبعا شيقه جدا في اللعبه وجميله. عندك هنا الحاجات اللي انا بشاور عليها دي، الثلاث حاجات دول دومت بيزودوا لك في السكور. يعني مثلا لو اكسيدنت كيل، يعني لو انت ضربت مثلا في حاجه فرقعت جنب واحد ومات، دي تسمى اكسيدنت كيل. انت ما بتعرفوش انت اللي ضربته ولا هو فرقعت لوحدها ولا ايه، فبيديك سكور اعلى وهكذا. عندك هنا في الثلاث حاجات دول الابيليتيز دي يعني بيزود لك اضافات للسلاح بحيث ان السلاح يبقى اقوى واحسن، وكل سلاح ليه ابيليتيز مختلفه عن التانية. يعني السلاح ده كان فيه الابيليتي بتاعته انستنكت دي بتخليك تشوف الانمي من ورا الحيطه، من ورا الازاز، مثلا ازاز مش شفاف وكده، بتشوفه في هيئه جسم حراري وكده عشان تضربه وتموته وتاخد سكور اعلى طبعا.
وعندك هنا انكريز دامج. انكريز دامج دي مثلا لما تفعل الراوند دي ممكن تضرب الجارد في رجله مثلا يموت. يعني ده انت لو ضربت الجارد في رجله بالطلقة العادية مش هيموت، هيعرج بس، وبالتالي هتضربه بسرعة برضه لان هو مش هيجري يعني قد كده. وعندك الايرون لانجز دي. الايرون لانجز دي اللي هي الهولد بريس. الهولد بريس دي هتعرفها بعد كده، هوريها لك برضو جوه اللعبة. اللي هي بيخليك بيبطئ الفيديو، بيبطئ الشاشة بتاعته، يعني بيبطئ الدنيا كده كلها عشان ايه؟ تلحق تضرب الجارد وتضرب التارجت اللي انت ماسكه. عندك هنا بقى نخش في الكونتراكتس. الكونتراكتس دي هي الكل في الكل، يعني انت داخل دلوقتي تعمل مهمة. عندك من اول الشمال. الشمال دي لو عايز تعمل كونكت تو فيسبوك، يعني عايز تلعب مع اصحابك وكده، تخلي اصحابك يحملوا اللعبة وتلعبوا مع بعض. وطبعا في سيرفرات بتختلف من سيرفر لسيرفر، وتنزلوا ابديت للعبة وتعملوا. انا عن نفسي بعدت عن الموضوع ده كله لان اللعبة نفسها اصلا شيقة جدا. ولو عايز برضه انت واصحابك انت براحتك يعني. هنا عندي في المهمة بيقول لي جيت سكور اوف 1,450,000. عايز 1,450,000 السكور، وعايز كيلينج ات موست 2 تارجتس. فاكرين التارجتس اللي قلت لكم في اول الفيديو خالص؟ هو بيقول لي اقتل 2 بس، يعني ما تزودش عن 2، لان طبعا التارجتس دول بيزودوا لي جدا في السكور. فهو عايز صعب عليا المهمة يعني. وقال لي كيل فينسنت كيرج، عايز نقتل الشخص ده. وطبعا هو هحط علامة عليه علامة حمراء جوه عشان ابقى عارفه. وطبعا هقتل كله الاول واجيب السكور الاول وكده، وبعدين اقتل فينسنت كيرج. ده اخر حاجة اعملها. وبيقول لي الريورد بتاعتي 40,000. 40,000 ايه دولار. هتزيد برضو فوق هنا. واكيد يعني لو عملت مثلا كيلز تبقى كويسة او كده بيديني هو فلوس برضو اضافية، اكستراز يعني. هخليكم ان شاء الله تستمتعوا باللعبة شوية، وبرضه هعرفكم بعض الحاجات جوه اللعبة. خليكم معايا. بس الموسيقى بتاعت اللعبة حلوة جدا يعني، موسيقى جميلة يعني. من ضمن الحاجات برضو عالية، الجرافيكس عالي والتقييم بتاعها عالي برضو. Cold barrel, 0 shot registered 47. Barrel temperature nominal. Operation is live. Precise point of impact. ده الهولد بريس. انا عملت الهولد بريس اهو. شوف الرصاصة بتتحرك قدام اهو، اتحرك طبعا. أنا ملحقتش اجيبه كده، هيستخبى بقى يحاول يبلغ عني. هو عامل هولد بريس، واعمل افعل الراوند اللي تحت على الشمال دي عشان تشوش على الارسال بتاعه. وقتلته. بس لسه هم ما زالوا شاكين فيا. في ناس بتجري يعني. ده شك فيا اهو اللي تحت، اللي انا قتلت اصحابه الاول. اضربه برضو بسرعه قبل ما يبلغ عني. اهم حاجه ما تبلغش عنك يعني. طبعا التارجت بتاعي لسه ما خدش اخباريه ان انا بقتل في الناس بتوعه. وكان في هنا ناس مش عارف ماشي راحوا فين. كان في تارجت وكده يعني. في حد هنا شك فيا او كيوريوس يعني، في فضول عنده ان في حد بيضرب او حاجه كده. لو هنا خاصية هولد بريس وهو بيجري وانا عامل هولد بريس، فبقدر المسافة مثلا معينة ان هو هيتحرك فين وبضرب. ويا تيجي بقى المفروض ان انا بضرب صح يعني او كده. طبعا خد الغدرية. هنا التعمير اهو بيعمل لي اسهم، وانا بعمل مع الاسهم بالظبط عشان اعرف اعمر كويس. دي سيفيليان المفروض ان انا مضربهاش، بس انا طبعا هضربها لان هي بتبلغ عني. من ضمن الابيلتيز في السلاح دي عندي اكسبلوسيف كيل، يعني عندي الطلقة نفسها تفرقع كده. 47 killing civilians
endorsed by the هي ICA. بتقول لي ما ينفعش تقتل السيفيليانز، ما ينفعش تقتل الناس اللي هم العاديين اللي هنا. Kill on high-profile targets. وفي هنا واحد راح يبلغ عني برضو، بيحاول يبلغ عني، بس انا ايه بقتل برضو بسرعة Dead قبل on accuracy ما 47. برضو في الاخر هروح للهدف بتاعي اللي هو هنا اللي عليه العلامة الحمراء، واروح اقتله وخلاص. انا كده ايه خلاص، مش هطول عليكم، والف شكر. ولو في اي اقتراحات او اي حاجة عايزين تعرفوها او اي لعبة او اي اب اي سيم اي حاجة عايز تعرفها حطها في كومنت، وانا ان شاء الله هجاوب عليك في اسرع وقت ممكن. ومع السلامة. طبعا كده الميشن فيلد اكيد، والسكور فوق عندي على الشمال اهو. وعشان انا ملحقتش اجيب السكور بتاعي كان 1,450. المفروض ان انا يعني اجي اعمل 1,450 بس انا 1,450 بس انا ملحقتش. ومع السلامة.